راه منظمين، ما عندهمش جمهوريه الزريبه، هذه راه امبراطوريه. اذا واخدين الامور بالابجديه، بالحروف الابجديه وبالنظام. كيف يعقل غيجي واحد غادي يزرع ليا اس وسط زد؟ هذه كاينه زامبيا وكاينه زيمبابوي، هو جابين زامبيا وزيمبابوي وحط ليهم صحراوي عربي كدا 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 اس، حط لهم اس يعني. ودونا عن ذلك عندي صوره نحطها لك في الخاص اخي اسعد الشرعي، كلهم المشاركين في المؤتمر دايرين شاره في الكوستيم ديالهم، في البدلات ديالهم دايرين شاره على عضويتهم ودعوتهم في المؤتمر، الا هو براسو بيض بحال اللي داير هذاك العماره الوساده مخشي وسطهم كيجن، ما داير لا شاره وسط في الصدر ديالو لا والو، ما داير حتى حاجه. هذه المداخله تاعي اسعد. الله يزوجك يا كون قصة. الله يزوجك اسعد خويا. قول ولد العاصمه يشوف لك امراه اسعد. لا انا اريد جزائريه، انا اريد تبونيه. اسعد شوف انت تستاهل وحده 18 سنه في عمرها اسعد. جزائريه زوجوني يا جزائريين. لا تزوجك ولد العاصمه اسعد. لا انا اريد جزائريه عشان اخلف مجاهدين. سأزوجه، عندي 4 عروض جزائريات سأختار له واحدة منهم، لا عليك. لا انا اريد نخلف شهداء. ما يقدرش يدخل الجزائر، ما يقدرش يتزوج. لا انا ازوجها، انا اجيبها بريطانيا يا اخي. لا لا ما اشتش شاكن قستر، خلاص عفى الله عنك. شكرا لك. سلام. تحياتي لك. ولد العاصمه تفضل. طيب اسعد، اول شيء تذكر يا اسعد انه سبق ان وقع مشكل، يعني نفس المشكل لما تم داعي بن بطوش لحضور اجتماع اليابان في تونس مع الدول الافريقيه. ايوه. صدر يومها بيان من سفاره اليابان تقول فيه بانها لا تدعو ولا تعترف الا الدول المعترف بها في الامم المتحده. وانا عندي هذا البيان لو تريده ارسله لك، بان اليابان لا تدعو للحضور إلا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. شوف يا أسعد، على جميع الأصعدة أنا سعيد جدا، سعيد بأنك ترى اليوم بأن كل ما نقوله نحن فيه صادقون، وأن حربنا مع الجزائر لن تجد صحراوي واحد طالع يناقش أو ينافح، فقط الجزائريون. أتحداك أن تجد واحد من البوليزاريو، هم الآن يقضون عطلتهم في سواحل إسبانيا على حساب الخزينة الجزائرية، لن تجد. أحمد أنت لا يا ولد العاصمة، أنا من يقول له أقفل أرجوك. أحمد أنت يدك خفيفة على الميكروفون يا صاحبي، وأنا والله فتحة الميكروفون هذه لا أطيقها إطلاقا. خلي الرجل الكفاية يكمل، ثم نأخذ الأخت التونسية، وقبل أن نختم نقول لكم أحد عنده شيء يا جماعة يقوله وننصرف وإحنا حبايب بدون ما تضايقونا. أكمل. لن تجد واحد من البوليزاريو جاء يشتكي أو يدافع أو ينافع، بالعكس لدينا تسجيلات للبوليزاريو يتباكون ويقولون بأن هذا العضو من البوليزاريو فضحهم عالميا. البوليزاريو صبحوا يتباكون هذا الصباح بخصوص هذا الموضوع. أما قضية أنهم حضروا فيما بعد أو حضروا اليوم الاجتماع كما قال هذا الرجل، هو يكذب. أنا عندي فيديو اليوم بالصوت والصورة، لا يوجد فيه لا البوليزاريو ولا ذلك الصعلوك من البوليزاريو المرتزق الذي حضر، لا يوجد ضمن الاجتماع، وعندي الفيديو بالصوت والصورة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، قال هذا الرجل أن المغرب تعترف بالبوليزاريو، والدليل أنها في الجريدة الرسمية المغربية في سنة 2017. أنا أقول له أيضا أن إسرائيل موجودة في الجريدة الرسمية الجزائرية منذ 24 سنة. الجزائر تعترف بدولة إسرائيل وتسميها دولة إسرائيل، ولا تسمي فلسطين بالدولة، بل تصفها بالسلطة الفلسطينية فقط، لأن الجزائر إلى يومنا هذا لا تعترف بفلسطين بل تعترف بالدولة الإسرائيلية. وإن أنكر
نفتح له الكاميرا ونريه الجريدة الرسمية الجزائرية. أنت عرضتها من قبل أن أتذكر. نعم هي معروضة، إذا لا يأتي ليزايد علينا بهذه القضية. مسألة أخرى يا أسعد، هو يدعي أن الفرنسي يدخل إلى الجزائر إلى المغرب بالبطاقة. الروسي والإيراني يدخلون إلى الجزائر بدون حتى بطاقة. الروسي والإيراني يجوبون في البلد كيفما يشاءون، وهذه معروفة منذ زمن. إذا مسألة الجواز السفر لا يوجد فرنسي يدخل المغرب إلا بجواز سفر. والله ولا تعيب يا رجل وكفاء مسألة إلغاء التأشيرة، هذا نظام تعتمده كل دولة. بريطانيا يدخل السعودي والقطري والإماراتي والكويتي كلهم بدون تأشيرة، لكن ليس خوفا. لا هذه سياسة البلد، هكذا هم سياستهم. بين سياسة دولة منفتحة تشجع السياحة، وبين دولة يذهب رئيسها إلى بوتين ويقول له بسببك نحن حصلنا على استقلالنا، وبسببك نحن اليوم نتمتع بالاستقرار. فرق كبير يا أسعد. هل تتخيل بأن ملكة بريطانيا تذهب إلى أي رئيس في أي بلد وتقول له لك الفضل في بقائنا، وأنت الفضل في استقرارنا واستقلالنا، ولولاك أنت ما كنا مستقلين؟ هذا الفرق. الروسي يجوب الأرض طولا وعرضا، والعراقي الشيعي الرافضي ابن المتعة مع أخيه الإيراني أيضا يجوبون الأرض طولا وعرضا، ولا أحد يتكلم في دويلة الجزائر. إذا الرجل لا يزيد علينا بالكذب. لو أراد الكذب وفتحنا باب الكذب سنأتيه بملايين الكذب، لكن لن نتفوق عليه، لأن الكذب عندهم فطري وغريزي. وهو اليوم يكذب، يقول لك بأن وفد البوليزاريو حضر اليوم الثاني باسمه ورسمه وأخذ له ميكروفون. أنا عندي الفيديو. أي ما دام أن البوليزاريو لم تكن حاضرة في اجتماعات اليوم، خلاص حسم الأمر، انقضى الأمر خلاص. وإن أنكر نأتيه بالفيديو يا أسعد. عندي لا الفيديو. لا تحدي رجل وكفى مطروح حتى غدا أو بعد غد. إذا عندكم صور، هو قال عنده تليفون أحمد بيروح يشوف ويرجع، نشوف قبل نهاية اللايف هل وجد هذا الدليل. ما وجده نعطيهم مهلة لبكرة، ما عندناش مشكلة. لكن وبما أنه البوليزاريو لم يكن، لأنه هي كانت أمس تحضيرات، أمس لم تكن جلسة رسمية، يعني هي كانت تحضيرات لجلسة اليوم أصلا. وما دام أنهم لم يحضروا جلسة اليوم فقضي الأمر، خلاص انتهى الموضوع. أشكرك ولد العاصمة. أختنا أميرة باقي عندك شيء سعد؟ ولا أميرة تفضلي يا أميرة. السلام عليكم. أنا كي سمعت الأخ رجل وكفاء قال أن تونس قامت باستدعاء شخصي للبوليزاريو، والله توا دخلت وبحثت في الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي، وقلت والله نمشي نتأكد، يعني واحد ما يلزمش يتصرف معناها بعصبية أو بغباء. فالمشكل أن لقيت فعلا أن الصحراء موجودة، يعني بعد المغرب توجد الصحراء وبعدها توجد تونس، وهنالك الجزائر وليبيا إلى غير ذلك ومصر. أنا عملت سكرين شوت للصفحة الرسمية، وعملت سكرين شوت لوجود الكيان أو مش عارفة أنا. المهم المشكلة هذه يلزم الاتحاد الإفريقي. يعني يا أميرة، يعني كلام رجل وكفى صحيح.